السلام عليكم. ازاي اقدر اعمل سويتش في نفس البيج في الداشبورد ما بين السيلز والبروفيت؟ انا مختار دلوقتي سيلز، لو انا عايز التو تشارتس دول هنا شايفين توتال سيلز باي ريجن، توتال سيلز باي مانث. لو انا دوست بروفيت هنا هيبقى التو تشارتس بقوا باي بروفيت. ازاي اعمل السويتش ده بطريقه بسيطه جوه مايكروسوفت باور بي اي؟ خلينا نبتدي مع بعض كده. انا هعمل بيج فاضيه جديده. اول حاجه محتاج اعملها ان انا احول السيلز والبروفيت يبقوا ميجرز. هنا لو انا في جنب السيلز علامه سم كده، ده معناها ان هو باور بي اي متعرف عليه ان هو نمبر، بس انا عايز اعمله ميجر، يعني كالكوليتد ميجر جوه باور بي اي. فبمجرد هدوس على نيو ميجر، انا اوريدي عاملهم ميجرز هنا، فهسميها مثلا نيو سيلز. اعمل زومين كده وهسميها مثلا نيو سيلز. بقول له ايكوال سم وادوس انتر للسيلز، بس كده مجرد، واقفل القوس وادوس انتر. يبقى كده انا عملت نيو سيلز ميجر جديد اسمه نيو سيلز. هعمل واحد تاني نيو ميجر وهسميه نيو بروفيت. عشان اقدر اعمل السويتش ده لازم يبقوا ميجرز، ما ينفعش استخدم الارقام اللي موجوده في الداتا دايركت على طول، لازم اعملها ميجرز الاول. سم للبروفيت وهدوس انتر. بقى انا كده عندي دلوقتي نيو سيلز ونيو بروفيت، اديهم الاثنين موجودين اهم. هاجي من موديلنج وهختار نيو بارامترز وهختار فيلدز، هختار فيلدز وهنا هديله اسم هسميه ده مثلا نيو سيلز اند بروفيت. هيكريت زي تيبل كده في الداتا. مجرد انا هحط له ان انا عايز بس النيو سيلز ونيو بروفيت، واد سلايسر عشان تحط لي فلتر عشان اقدر افلتر ما بين السيلز والبروفيت، وادوس كرييت. كده انا خلاص عملت السويتش ما بين الاثنين. مجرد ان انا هاجي في الداتا هنا هختار مثلا سي مانث، وهختار هنا ده التيبل اللي انا كنت عامله. هلاقي التيبل اهو نيو سيلز اند بروفيت، هدوس عليه هيجيب لي كده تيبل. لو انا حتى ايفن حولتها للاين شارت هلاقي لاين شارت هيظهر لي فيه الاثنين. بس خليني اخد النيو سيلز اند بروفيت دي واحطها في الواي اكسس. هنا هيظهر لي لاين شارت فيه الاثنين، السيلز والبروفيت. لو انا عملت كليك على البروفيت بقى هنا بروفيت، لو انا عملت كليك على السيلز بقى سيلز، فالارقام اتغيرت على طول. خلينا نغير بس السلايسر ده من السلايسر سيتنجز. هنا هغير السلايسر اخليه تايل، يبقى شكل باتنز كده، اعملها بالعرض بحيث ان هي تبقى زي سويتش باتن. بقدر اسويتش ما بين الاثنين. لو انا مش مختار واحده بيظهر لي الاثنين السيلز والبروفيت. لو انا دوست على نيو سيلز يظهر لي سيلز، لو دوست على بروفيت يظهر لي بروفيت. طب ده حصل ازاي؟ ان انا هنا ما اخترتش السيلز او البروفيت، انا اخترت النيو سيلز اند بروفيت اللي انا استخدمتها او اللي عملت لها كرييشن في النيو بارامتر هنا. فدي هتسهل معاك جدا ان انت ممكن يكون عندك اكتر من شارت. يعني لو انا عملت شارت ثانيه زي اللي احنا كنا عاملينها ريجن، او خليني اعمل مثلا شارت بكاتيجوري، وهختار هنا مع الكاتيجوري دي برضو اللي هي نيو سيلز اند بروفيت، نفس الكلام برضو هحولها مثلا في صوره مثلا كولم شارت. وهاجي اخد هنا نيو سيلز اند بروفيت دي احطها في الواي اكسس، وابتدي ان انا اعمل سويتش. ادي هنا باي سيلز وكده ده باي بروفيت، واقدر اضيف الداتا ليبلز من هنا على طول. هقدر اضيف الداتا ليبلز واشوف الارقام باي سيلز وباي بروفيت بتتغير معايا بسويتش بطريقه سهله جدا، بدل ما انت تعمل خطوات كتيره عشان كنت توصل لنفس النتيجه دي. فهنا ده سويتش لطيف جدا تقدر تعمله وتستخدمه بسهوله جوه مايكروسوفت باور بي اي. هتلاقوا لينك موجود مع الفيديو فيه تفاصيل الكورسات اللي احنا بنقدمها سواء الاكسل داشبورد او مايكروسوفت باور بي اي. تقدر تخش تشوف تفاصيل الكورسات، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد قريب باذن الله. السلام عليكم.